ماذا يعني أن تموت من أجل وطنك وأن تدرس تكتيكاتك في أكبر الجامعات العسكرية العالمية؟ علي لابوينت أحد رموز المقاومة الجزائرية، عشنا تفاصيل كفاحه في الفيلم الثوري الشهير لبطاي دلجي أو ما يعرف بمعركة الجزائر. نشأ لابوينت في مليانا غربي البلاد، عاش طفولة صعبة وعمل في حقول المعمرين قبل أن يجد نفسه بين قضبان بربروس أسوأ الزنازين الفرنسية، وهناك أدرك أنه ضحية للظلم الاستعماري فقرر الهروب والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني ليصبح أحد أيقونات الثورة الجزائرية. اتبع لابوينت تكتيكات حرب الشوارع في حي القصبة العريق، وبفضل ذكائه وشجاعته في تنفيذ عمليات صعبة أصبح من أخطر القادة الثوريين على القوات الفرنسية وبات المطلوب رقم 1. المدهش أن هذه التكتيكات درست لاحقا في جامعات عسكرية كبرى مثل ويست بوينت، واستعان بها الجيش الأمريكي خلال الحرب على العراق عام 2003. عام 1966 خلدت قصة لابوينت بفيلم معركة الجزائر من إخراج الإيطالي جيلو بونتيكورفو. صدم الفيلم العالم بمشاهد قوية مجسدا النضال الشعبي بواقعية ملهمة، وحاز على جوائز عديدة. إذا أعجبكم هذا المحتوى شاركوه ليتعرف العالم على أبطال الجزائر.